اهلا بيك. في الفيديو دوت هوري لك ازاي تنظم وقتك باستخدام جوجل كالندر عشان توصل للتوازن ما بين شغلك وما بين حياتك العائلية واهدافك الشخصية. التوازن ده مهم جدا لان هو هيخليك تقدر تحقق حاجات اكتر في وقت اقل. يلا بينا. اوكي، بما ان معظمنا بيستخدم الموبايل بتاعه دلوقتي في كل حاجة، فانا هبتدي اوري لك الاول على الابليكيشن بتاع جوجل كالندر على الموبايل. بعد كده هبقى اوري لك على الديسكتوب ازاي برضو تستخدم جوجل كالندر. في اول فيديو في سلسله التك تولز اتكلمنا ازاي نعمل جيميل اكونت. لما تعمل جيميل وتعمل ساين ان، بعد كده تروح على الاب ستور او تروح على جوجل بلاي، تنزل جوجل كالندر ابلكيشن. بعد ما بتفتح الابلكيشن بتاع جوجل كالندر بيظهر لك الصوره اللي قدامك ديت على السكرين. في الاول خلينا اديلك فكره عن الابلكيشن. اللي موجود على الشمال دوت هو الوقت، يعني 1 2 3 ده الساعات. اللي موجود من فوق دوت هو التاريخ والايام، واللي عليه علامة زرقاء هو تاريخ اليوم، يعني 21 أغسطس ده تاريخ النهاردة، وإس دوت اختصار ساترداي. ومن فوق كمان على اليمين هتلاقي علامة السيرش، يعني انت لو عايز تدور على حاجة في الكالندر، فنفرض انت حطيت ميعاد ونسيته، ممكن تدور عليه بالسيرش من فوق. هدوس عليه دلوقتي عشان تاخد بالك منه. عايز ترجع بالسهم اللي موجود على الشمال دوت. التلات شرط اللي فوق بعض دول هما بيودوك على السيتنجز، بيودولك على حاجات تانية في الديسبلاي وحاجات تانية في الاعدادات. عايز تطلع منهم بتدوس في اي حتة في المربعات ديت. المربعات دي بقى مهمة جدا لان هي ديت اللي بنحط فيها الحاجات اللي انت لازم تعملها. يعني هو استخدامك للجوجل كالندر بيبقى عن طريق المربعات ديت. طيب لو عايز تبتدي ازاي؟ نبتدي بأول طريقة وأسهل طريقة. شايف انت علامة الزائد اللي موجودة على اليمين من تحت؟ لما تدوس عليها، هدوس عليها دلوقتي عشان تاخد بالك، بيظهر لك 4 اختيارات. عايز تحط جول ولا عايز تحط ريمايندر ولا تاسك ولا ايفنت؟ خليني اقول لك الاول ايه الفرق ما بين الاربعة دول. الجول هو حاجة شخصية انت عايز تعملها، وحاجة بتعملها بطريقة متكررة. ندي مثال، انت مثلا عايز تروح الفتنس 3 مرات في الاسبوع، ده هدف، هو ده الجول. الريمايندر حاجة انت عايز تتذكرها، حاجة انت بس مش عايز تنساها، ومش مرتبطة بوقت محدد قوي. يعني فلنفرض مثلا انت عايز تدفع فاتورة المية، ممكن تدفع فاتورة المية يوم الحد الصبح، او ممكن تدفعها يوم الخميس بعد الظهر، ده ريمايندر. تاسك يعني حاجة لازم تعملها ومرتبطة بوقت محدد وحاجة بتحصل كتير. يعني فلنفرض مثلا انت عايز تحط خطة العمل للموظفين، عايز تحط KPI، عايز تعمل ميتنج مع موظف معين، ده تاسك. اما الايفنت فدي حاجة مرتبطة بوقت محدد بس بتحصل بشكل غير دوري. يعني فلنفرض مثلا عيد ميلاد، لو عايز تروح مثلا المدرسة لابنك، في الحالة ديت ده ايفنت. كده احنا عرفنا الفرق ما بين الجول والريمايندر والتاسك والايفنت. طيب خلينا نحط بقى شوية اهداف. نبتدي بالجولز. لما بتدوس عليها بيقولك انت عايز ايه؟ عايز اكسرسايز ولا عايز build a skill ولا عايز family and friends meet وحاجات كتير. المهم انت لو دوست على اي حاجة من الحاجات ديت، فلنفرض مثلا هندوس على اول واحدة اللي هي exercise، هدوس عليها بيقول لي which exercise، عايز تعمل ايه؟ عايز work out ولا run ولا walk ولا do yoga؟ يعني عايز تعمل ايه بالظبط؟ ولا custom؟ خلينا custom. انا هبتدي بالصلاة او مديتيشن، او تقعد مع نفسك تفكر في احوالك، او تعمل يوجا براحتك. المهم وقت تكون انت بتتصل بالجوهر اللي جواك. فلنفرض ان احنا هنبتدي بالصلاة ونقول له اوكي. طيب عايز كم مرة في الاسبوع؟ every day. طيب عايز لمدة قد ايه؟ لمدة نص ساعة. best time morning. فلنفرض اوكي، يعني احسن وقت بالنسبة لك الصبح. بتدوس اوكي، يبقى هو بيدور دلوقتي على مواعيد مناسبة ليك يحط فيها الصلاة، وبيسألك looks good. اوكي، جاب لك كده في كل يوم حط لك الساعة 8 الصبح. فنفرض الساعة 8 الصبح ديت مش مناسبة ليا، انا عايز احركها. لما بتدوس عليها دوسة طويلة بتلاقيها اتحركت كده معاك. اعتقد انت خدت بالك. لما انا حركت سانداي من الساعة 8 للساعة 5 ونص الصبح، بيحرك لي اوتوماتيك كل سانداي بعديها
من الساعة 8 للساعة 5 ونص الصبح. وهو ده الجمال وده السحر بتاع جوجل كالندر، ان هو بيشوف ايه الوقت المناسب ليك ويبتدي يتحرك على اساسه. فنفرض انا مثلا حركت دوت كمان ل5 ونص، كل اللي بعديه هيتحرك على 5 ونص. اوكي، يبقى كل اللي بعديه يوم. شفت؟ خدت بالك نطت ازاي من الساعة 8 للساعة 5 ونص؟ وهكذا. طيب كده احنا حاطين الصلاة، تعال نحط هدف تاني. هنحط جول، نحط اي واحد فيهم، لان انت ممكن تعمل كاستم زي ما انا وريتك. بس المرة دي هنختار جول اكسرسايز، وناخد مثل ورك اوت، نلعب رياضة فتنس 3 مرات في الاسبوع، مدة كل مرة ساعة، واحسن وقت بالنسبة لي الصبح. بيدور دلوقتي على وقت مناسب ليا في الكالندر بتاعي، بيحط لي الورك اوت الساعة 8 الصبح. طب فلنفرض 8 الصبح دي برضو مش مناسبة ليا، انا عايز ابتدي بالصلاة 5 ونص، وبعد كده من 6 ل 7 العب رياضة. يبقى احرك الورك اوت ديت من الساعة 8 للساعة 6، وبيحرك اللي بعديه اوتوماتيك من الساعة 8 للساعة 6. ممكن اعملهم كلهم واحدة واحدة بالمنظر دوت. يعني فلنفرض اللي هو الورك اوت دوت اروح محركه، والورك اوت دوت اروح محركه كده. انا كل يوم الساعة 6 ببتدي رياضة، يبقى بعد الصلاة ببتدي رياضة. حط جول كمان اكسرسايز، هنعمل كاستم المرة دي وهنكتب ريد. نقرا كم مرة؟ هقرا 5 مرات في الاسبوع، كل مرة لمدة نص ساعة. ايفنينج، بدوس علامة اوكي، هيدور على وقت في الكالندر بتاعي عشان يحط لي القراية. اول ما بيحط لي القراية بتظهر عندي على الكالندر بتاعي، هو بيقترح مواعيد، بيقول لي مثلا الساعة 18. فلنفرض 18 ديت مش عجباني، اللي هي الساعة 6 بالليل، مش هقول له لوكس جود، هقول له adjust time. شايف العلامة بتاعت القلم دوت؟ بدوس عليها وابتدي انا احط الوقت اللي انا عايزه. بدل الساعة 18 بدوس عليها بخليها الساعة 20 اللي هي الساعة 8 بالليل، واقول له سيف. شوف كده هو حرك لي القراية من الساعة 18 للساعة 20، وكل القراية اللي بعد كده اتحركت للساعة 20. يعني خدت انت بالك كل القراية بعد كده، كل ريد بعد كده اتحرك للساعة 20. طيب كده احنا حطينا 3 اهداف، اللي هو الصلاة، ورك اوت، وريد. هندوس على علامة الزائد ديت ونحط ريمايندر. فلنفرض الريمايندر بتاعنا ادفع فاتورة المية. هنا في الريمايندر بيدي لك اختيارات، بيسألك بيقول لك عايز all day ولا في وقت محدد. لو احنا عملنا all day بيحطها لي فوق في الكالندر، لو احنا حطيناها في وقت محدد بيحطها على الوقت اللي انا محدد عليه. طيب فنفرض انا هعملها all day المرة دي عشان اوري لك بتعمل ازاي، وادوس سيف. شوف حطها لي 21، وحط لي فاتورة المية فين؟ حطها لي فوق هنا، اللي هي تحت التاريخ مش في المربعات، حطها لي فوق، اللي هو لازم ادفعها فاتورة المية يوم السبت. فلنفرض انا مش مرتبط بوقت معين في الدفع الفاتورة، فبروح حاططها فوق. طب لو عايز احركها بدوس عليها، القلم دوت احنا قلنا اللي هو بنغير بيه، بدل 21 مثلا انا عايز احركها ليوم الاثنين اللي هو 23، بحركها يوم الاثنين 23 اغسطس، وبقول له سيف. بتتحرك كده اوتوماتيك، وبقفلها بتبقى هنا موجودة عندي يوم الاثنين 23. طيب كده احنا حطينا الريمايندر، تعال نحط تاسك كمان. نحط تاسك، اعمل خطة العمل للبيزنس. اوكي، عايز وقت محدد للتاسك دوت ولا عايز all day؟ احنا قلنا all day بتبقى موجود تحت التاريخ، وقت محدد بتبقى محطوط في المربعات اللي هي بتاعت الوقت. لا انا عايز وقت محدد، انا عايز يوم الثلاث الجاي الساعة 12 الظهر اعملها. يبقى بختار التاريخ وبختار الوقت وبقول له سيف، بيحط لي التاسك بتاعي يوم الثلاث اللي هو 24 الساعة 12 الظهر. ايفنت،
ايفنت، فلنفرض هنا مثلا عيد ميلاد ابني. اوكي، عيد ميلاد ابني، فلنفرض اللي هو all day، ان انا هعمل حفلة مثلا في يوم عيد الميلاد دوت، وعيد الميلاد دوت يوم 25 اللي هو يوم الاربعاء، 25 اغسطس اللي هو يوم الاربعاء. قول له all day. شايف هنا بقى موجود فيه حاجة اللي هي doesn't repeat، لا احنا هندوس عليها ونقول له every year عشان كل سنة يفكرني بعيد ميلاد ابني، واقول له save. كده يبقى كل سنة يوم 25 اغسطس هيقول لي عيد ميلاد ابني، ويحطها لي فوق في تحت التاريخ لان انا اخترت all day. طيب ده كلام جميل. يبقى احنا كده عملنا 3 اهداف، وعملنا ريمايندر، وعملنا ايفنت، وعملنا تاسك. تعالى بقى نشوف شوية حاجات من السيتنجز. شايف ال3 شرط اللي انا قلت لك عليهم دول؟ هندوس عليهم. لو دخلنا هنا على السيتنجز ودوست عليها، بعد كده دوست على جنرال، ستارت اوف ذا ويك مانداي. عارف انت اول حاجه بتظهر لك مانداي، فلنفرض انت الاسبوع بتاعك بيبتدي يوم السبت، فعايز تغيرها بتدوس يوم السبت، ترجع تاني تعمل اكس. كده الاسبوع بتاعنا ابتدى بيوم السبت، خدت بالك؟ فالاسبوع بتاعي دلوقتي ابتدى يوم السبت، على اساس ان انت تقدر تتحكم في الاسبوع بتاعك اكتر. طيب احنا شايفين دلوقتي الحاجات بتاعتنا كلها لون واحد، عايزين نغير الالوان ديت بحيث ان انا ابص على طول اعرف ايه اللي ورايا. هندخل هنا برضو تاني على ال3 شرط، ونروح على settings، وبعد كده في السيتنجز هنا بنشوف الايفنتس، عايزين نغير الايفنتس ديت نخليها بلون مختلف، فهندوس عليها، واول واحد هنختار منه اللون. مثلا الايفنتس هنعملها لافندر. ترجع تاني نشوف التاسكس هنعملها بيزل. الريمايندرز هنعملها بامكن. يبقى انت بتختار اللون اللي انت عايزه للحاجات بتاعتك. يبقى هنا الالوان ابتدت تتغير، بس الجولز بتتحسب كانها ايفنت. طب لو انا عايز اغيرها، يعني لو انا دلوقتي غيرت اللون بتاع الايفنتس خليته لافندر، فغير لي كل الاهداف بتاعتي وكل الايفنتس. طب لو انا عايز اغير الجولز اللي هي الاهداف اخليها بلون مختلف، ادوس على الحاجه نفسها، وبعد كده انت شايف علامه القلم دوت، بتدوس عليها، بتختار اللون اللي انت عايزه. فلنفرض انا عايز الصلاه لونها اصفر، بتقول اوكي، بيغير لك الصلاه كلها اصفر. ورك اوت بتدوس عليها، علامه القلم تنزل على اللون. انا عايز اللون بتاع الورك اوت يبقى توميتو، احمر، غير لي كله احمر. يبقى احنا كده الريدنج، يبقى الريدنج عايزين نغير لونها فلامينجو. سيف. شوف العمليه بقت منظرها جميل ازاي، بقت بالالوان الطبيعيه. انت شايف دلوقتي الصلاه بقى لونها اصفر، الورك اوت بقى لونه احمر، الريد بقى لونه فلامينجو، وهكذا. يبقى كل حاجه احنا غيرناها بالالوان. طيب فلنفرض انت عايز تغير في اي حاجه من الحاجات اللي انت حاططها عندك على الكالندر ديت. فلنفرض انا عايز احرك الورك اوت من الساعه 6 للساعه 7، عايز احطه في اي حته تانية، بدوس عليه دوسه طويله لغايه ما يتحرك معايا، وارميه في الحته اللي انا عايزها. شايف بيتحرك ازاي؟ يبقى انا بدوس دوسه طويله وبرميه في الحته اللي انا عايزها. طيب فلنفرض ان انا عايز الغي الورك اوت دوت. شايف ال3 نقط اللي جنب بعض دول؟ بدوس عليهم واقول ديليت، بيقول لي عايز تلغي المره دي بس ولا كل المرات الجايه؟ ما احنا عاملين 3 مرات في الاسبوع ورك اوت. لو انا قلت المره دي بس هيلغي لي المره دي بس، اختفت اهي من على الشاشه. هل كل مره عشان اعمل حاجه لازم ادوس على الزرار بتاع الزائد دوت؟ لا مش لازم. لو انا دوست في اي حته في المربعات بيطلع لي ايفنت جديد. خدت انت بالك؟ فلنفرض مثلا انا عايز اعمل حاجه النهارده يوم 21 الساعه 5، بقى بختار اهو اليوم. طيب تعال بقى نشوف الديسك توب.
كل الحاجات اللي احنا عملناها على الموبايل اتنقلت اوتوماتيك على الديسكتوب فيرجن. ده جوجل كروم عادي وعمل ساين ان. لما بتعمل ساين ان للجيميل، شايف اللي هي النقط ديت، لما بتدوس عليها وبتختار كالندر. لما بتدوس على كالندر هنا بيظهر لك الصورة اللي انت شايفها على الشاشة ديت قدامك. هو ده الكالندر على الديسكتوب فيرجن. بتبقى انت شايف كل الحاجات اللي احنا عملناها على الموبايل فيرجن اتنقلت اوتوماتيك هنا. الصلاة الساعة 5:30، الورك اوت، ريدنج، ابتدي البحث، ادفع فاتورة المية، عيد ميلاد ابني، كل حاجة موجودة هنا. طيب نفس الكلام زي ما على الموبايل فيرجن، هنا برضو في حاجات ممكن اعملها. لو انا مثلا عايز اركز على التاسكات اللي ورايا، انا عندي تاسك مثلا مهم ولازم اركز عليه، فعايز اشيل الجولز وعايز اشيل الايفنتس والريمايندرز، بشيل اول اتنين دول وبخلي التاسك بس، فيبقى التاسك هنا قدامي. الحاجات اللي احنا عملناها all day دخلت هنا تحت التاريخ، والحاجات اللي احنا بنحطها هنا في المربعات بتبقى في المربعات هنا عادي. لو انا عايز احط حاجة جديدة بدوس هنا على المربع، في اي مربع انا عايز ادوس عليه وابتدي اكتب تاسك 1، تاسك سيف، بحط التاسك على طول. واحنا عشان مختارين التاسك اخضر ينزل لونه اخضر على طول. نفس الكلام على الديسكتوب فيرجن، زي ما قلنا على الموبايل فيرجن، ممكن تدوس عليها تحركها في الحتة اللي انت عايزها. ادوس عليها واحركها في المكان اللي انا عايزه، يعني بشيلها وبحطها دراج اند دروب، بشيلها واحطها في المكان اللي انا عايزه. اوكي. او بتدوس عليها وعلامة القلم دوت بتدوس عليه وبتبتدي تكتب، تغير في التاريخ او تغير في الوقت. طيب لو عايز كرييت من هنا، يبقى احنا قدامنا طريقتين ان احنا نعمل كرييت من هنا ونختار احنا كرييت ايه ونكتب على طول ونعمل سيف، او من على المربعات الساعة 10 الصبح مثلا اهو، عايز اعمل حاجة من 10 ل 11، ادوس على المربع اللي انا عايزه وابتدي اكتب الحاجة اللي انا عايز اعملها، واختار اذا كانت هي تاسك ولا ريمايندر ولا ايفنت. في الاخر عايز اسالك سؤال، تفضل اني اشرح لك السيتنجز ويبقى الحاجه انت شايفها بالعربي ولا شايفها بالانجليزي؟ يعني انت لما بتستخدم جوجل كالندر او كيب او الحاجات ديت بتستخدمه بالعربي ولا بتستخدمه بالانجليزي؟ يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتس عشان ابقى عارف في المرات الجايه، لان لو معظمكم عايزيني اشرح والسيتنجز بالعربي هخلي السيتنجز بالعربي واشرح لكم عليها. يعني بدل ما انا هنا بدوس على السيتنجز مثلا وكل حاجه بالكلام نفسه بالانجليزي من جوجل كالندر، انا ممكن احول الكلام دوت عربي. فلو ده هيفيدكم اكتر اكتب لي تحت في الكومنتس. لو لقيت ان معظم الناس عايزه السيتنجز بالعربي هعمل بعد كده التيوتوريالز بالسيتنج بالعربي. لو مبسوط كده بانه السيتنج انجليزي اوكي، يبقى احنا ممكن نكمل كده بالانجليزي. اتمنى ان انت تنظم وقتك وتنظم حياتك باستخدام جوجل كالندر، لان انا شايف انه ابلكيشن اكتر من رائع. شكرا للمشاهده، بس كده، مع السلامه، باي باي.